هو الصعيد راح فين يا عم سنجر؟ يا حاج مسنجر سامعني؟ حيا الله اخونا اكسيوس، كيف الحال يا غالي؟ كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الحبيب اكسيوس. في صوت؟ الله يحييك. طيب تمام. طيب اخونا اكسيوس معاك استاذ نولومي، اللي هو النك بتاعه القديم شريف. مايك معاك، اتفضل. استاذ شريف جاهز للحوار. معايا استاذ شريف؟ مايك معاك استاذ اكسيوس. الله وبركاته. يعني بالأمس كنت أتكلم أنا مع شريف في موضوع، ولكنه يعني لم ينتهي فيه، أو يعني ممكن إنه نختار موضوع آخر، يعني ما في مشكلة. هو يعني يحدد إن شاء أن يعني أن ممكن نسأل أسئلة أخرى إذا هو يعني شاء، برضه يعني شيء قريب من ذلك الموضوع. طيب ماشي. آه أنا يعني عندي سؤال أيضا يعني محير لي منذ زمان. إن إن الكتاب أنه كما أن الخطية دخلت إلى العالم بإنسان واحد بمعنى النص، فإنها خرجت من العالم بإنسان. مش في هيك نص على في رومية الثاني أظن، يعني بغض النظر الريفرنس، بس I think إنه المعنى موجود. هيك يا أستاذ شريف. تمام. وفي نص آخر أيضا يقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. صح ولا لا؟ أيضا هذا أمر آخر. هذا أنا أسأل سؤال هون، أحب العالم، هل أنا من ضمن هذا العالم؟ هذا سؤال. هل أنا من ضمن هذا العالم؟ إذا حابب تاخذ المايك تجاوب يا ريت تحكي. هذا هو السؤال. تفضل معك المايك. أنا أتكلم عن نفسي، مش عنك أنت. أنا أتكلم عن نفسي. تفضل معك المايك. طيب طب شكرا يا استاذ ايمانويل. لو حضرتك تسمعني بس حضرتك تديني بس رقم 5 بس اوضح لك حاجه. اولا طيب بص استاذ ايمانويل، هو طبعا المسيح لما شال خطايا العالم كله، يعني مش خطايا المسيحيين بس او خطايا اليهود او خطايا، شال خطايا العالم كله. ماشي. يعني ايه؟ يعني مثلا في نص يقول لك ايه؟ اذا اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب، يسوع المسيح الذي هو كفارة ليس لخطايانا فقط، يعني مش خطيتي انا بس وخطية الناس، بل خطايا العالم كله. يعني خطايا العالم كله شالها، خطيتي وخطيتك وخطية كل انسان، ايه المسيح ايه شالها على الصليب. لكن ده مش معناه ان كل الناس هتخلص. يعني ايه؟ يعني لو المسيح شال خطايا العالم، هل ده معناه ان كل العالم هيخلص، ولا في ناس هتخلص وفي ناس مش هتخلص؟ في ناس مش هتخلص وفي ناس هتخلص. طيب هل ده معناه ان الناس اللي ما خلصتش المسيح ما شالش خطاياهم؟ لا، شال خطاياهم، لكن هم اللي يعني رفضوا، او هم اللي رفضوا ان هم يقابلوا. فطبعا ايه هو المسيح شال خطيته، لكن هو ما استفادش. يعني المسيح شال خطية كل إنسان، لكن في ناس استفادت بهذا الخلاص، في ناس ما استفادتش. أو يعني مش معناه إن هو استثنى إنسان، لا، المسيح قدم الخلاص للعالم كله.
لكن اللي قبل هو اللي استفاد، اللي ما قبلش هو اللي ما استفادش، ببساطه يعني. طيب معاك المايك. إذن هو ما بذل ابنه عن كل العالم، هو بذل ابنه عن الذين يقبلون. ليش رأيك؟ ولم يبذل نفسه عن، كيف لا، وعن المفروض النص يقول بذل ابنه عن الذين يقبلون هذا البذل أو هذا العطاء، ولا إيش؟ إذن هو مش عن كل العالم. كيف لا؟ أنا ما خلصتيني وأنا من العالم، أنت جعلت الأمر معلقا بقبولي أو عدمه. إذن لا، هو الموضوع مش هيك. موضوع إذن خلاص فقط للذين يقبلون. تفضل معك المايك. لا مش صح يا استاذ ايمانويل. المسيح ما قالش ان هو اتصلب عشان خاطر اللي يقبلوه بس، لا. المسيح اتصلب عشان كل الناس، يعني هو لما قدم الفداء قدمه لكل الناس بغض النظر عن اللي هيستفيد ولا مش هيستفيد. المسيح ايه؟ قدم الخلاص لكل الناس. لكن يعني مثلا حتى الناس اللي صلبوه المسيح مات عشانهم. يعني ايه؟ يعني لما مثلا كان في يهود مثلا ايه، اليهود بيصلبوا المسيح، قال له المسيح قال ايه؟ قال اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يعني هو غفر لمين؟ حتى للي صلبوه. يبقى هو مش غفر للي قبلوه بس، لا هو غفر حتى لمين؟ للي صلبوه. لكن اللي صلبوه هم اللي ما استفادوش من الخلاص. يبقى مش هو اللي ما اتصلبش عشانهم، لا هو اتصلب عشانهم هم كمان، لكن مش هم اللي رفضوا هذا الخلاص. يبقى عدم خلاصهم ما كانش نابع من عدم خلاص المسيح ليهم، لا كان نابع من هم اللي رفضوا الخلاص برغبتهم. فطبعا ايه، من هنا هم اللي خسروا ايه, الحياة الأبدية. فكذلك كده يعني مثلا ايه، انسان مثلا ايه سمع عن المسيح مات عشانه ودفع له الثمن. يبقى احنا ما نقولش ان المسيح دفع للي آمن فقط، لا المسيح دفع لكل الناس، لكن اللي آمن هو اللي استفاد. مش معناها ان المسيح استفاد قال انا هدفع للي هيامنوا واللي مش هيامنوا مش هدفع لهم، لا المسيح دفع للي آمن واللي ما آمنش، لكن اللي آمن هو اللي استفاد. ماشي معاك ماشي. يعني الآن دفع عني، هو دفع عني أنا. شو أنا بحكي عن حالي لأني أنا مش مؤمن بهذا الكلام. دفع عني ولا ما دفع؟ مش عارف، السؤال صعب ولا لا. دفع عني ولا ما دفع؟ ولا لسه بده يدفع؟ ممكن يعني تجاوب انت انه لسه ما دفع. دفع عني يعني. اكتب لي اي شيء اوكي، اي شيء عشان افهم، لانه واحد انا ما بفهمها صراحه. طيب انت بتحب الامثله، عشان كده راح اضرب لك مثال. انا علي ديون، تمام، لابو عماد، علي ديون لابو عماد. اجيت انت دفعت لابو عماد، هل انا قبولي او عدم قبولي له قيمه؟ ابو عماد اخذ الثمن. ما دام واحد دفع الثمن، كيف بتحاسب واحد على واحد دفع عنه الثمن؟ شو ده يعني؟ انت فاهم الموضوع؟ واحد دفع عني، شو يعني قبلت ولا ما قبلت؟ المهم الدفع، الدين اندفع. هلا الدائن ما بهمه على فكره، عشان تكون عارف، الدائن ما بهمه، المهم ياخذ الثمن. وهذا الذي تقوله انت، انه المسيح دفع الثمن عن الجميع. فإذا الله سبحانه وتعالى اللي هو الثمن دفع له، هيك المفهوم تبعك، أعطيك الألماي، وصلوا الحق تبعه. طيب وانت قبولك ولا عدمه شو قيمته؟ لا قيمة له يا سيدي. فالمفروض حسب هذا المفهوم اني انا خالص. طيب استاذ ايمانويل، يفتح حضرتك تكتب لي مايك بس تكتب لي رقم 3. طيب ماشي. بص يا استاذ ايمانويل، لو الامر كذلك يعني زي ما انت ما بتقول، يبقى ايه بقى داعي التبشير والايمان؟ يعني لو المسيح دفع الثمن وخلاص ماشي،
طب ايه فايدة بقى ان المسيح يكرز للناس بالايمان والتوبة؟ طب ما خلاص، مش الثمن اتدفع؟ ماشي خلاص، يبقى ما فيش بقى حاجة بقى ايه ان الانسان بقى يؤمن. ما خلاص بقى كان المسيح بقى ايه، خلاص دفع الثمن وخلاص بقى، مش ما فيش بقى ايه في حاجة اسمها ان انا ابشر، ما فيش حاجة اسمها ان انا اكرز. خلاص بقى مش لازم بقى الايمان، خلاص مش لازم لا طبعا ما فيش حاجة اسمها كده استاذ ايمانويل. الايمان هو دليل عن ان انت قبلت الخلاص. فالايمان هو دليل عن ان انت قبلت الخلاص، مش معناه ان ما فيش حاجه اسمها ان انا لو ما امنتش. لا، لو ما امنتش طبعا ما فيش، يبقى خلاص ما كانش بقى لازمه ان المسيح يبعت التلاميذ ويكرزوا في العالم كله ويعملوا وينشر الكنائس في العالم. خلاص ما هو ما فيش لازمه للايمان، خلاص كان قال المسيح مات وخلاص. طيب انا بقول لك هشرح لك استاذ ايمانويل ازاي الموضوع بيمشي. ماشي. لو انا مثلا ايه، انت عليا انت عليك دين ليا، ماشي، انت عليك مثلا ايه 1000 دولار او 1000 جنيه لازم تدفعهم لي، ماشي. فانت ما عندكش، انا بقول لك انا هشرح لك بس استاذ، هشرح لك استاذ ايمانويل. انت ما عندكش ثمن الدين دوت، فرحت رحت استلفت فلوس، او رحت قلت لواحد يدفع لك الثمن فدفع لك. طيب انت بقى دلوقتي جاي لي بتقول لي انا انا معيش الدين لكن في فلان دفع لي. اقول لك طب وفين الدليل بتاعك؟ تقول لي اهو معايا شيك، معايا صك يثبت ان فلان دفع دين عني. يبقى لازم دليل عشان انا اقتنع. ماشي. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجه اسمها لما انت تقول انا مش ممكن، مش لازم اؤمن. لو ما فيش حاجه اسمها الايمان انك ما تؤمنش، دي مش لازم، خلاص يبقى ما فيش بقى داعي للكرازه، ما فيش بقى داعي لكل ده. كل ده كان ايه، ما كانش داعي. لكن لازم الايمان يا استاذ ايمانويل، لان الايمان هو الدليل عن ان انت قبلت ان فلان يدفع لك. لو انت رفضت الايمان يبقى انت رفضت ان فلان ده يدفع لك. يعني مش بقى يعني ايه، يعني لو انت رفضت الايمان يبقى انت رفضت انك تقبل ان فلان يدفع لك. يعني ايه؟ يعني اقول لك ايه، فين الصك؟ تقول لي انا معيش الصك. اقول لك طب خلاص، وانا بعتبر ان الصك ما دفعش. هو اي نعم دفع، لكن انا بعتبره ما دفعش. فايه؟ فطبعا ما فيش حاجه اسمها الايمان مش مهم. لا طبعا المهم لازم تؤمن عشان تقول ان انت فعلا قبلت خلاص. لو مش عايز، بص استاذ ايمانويل، لو انت مش عايز قول انا مش عايز وخلاص. بس ما تقعدش بقى تقول ايه انا هروح الملكوت ولا مش هروح الملكوت. بص لو انت مش عايز، ماشي، مش لازم تقعد تقول طب وانا هروح الملكوت وهروح النار ولا هروح، خلاص قول انا مش عايز وخلاص وخليك ايه يعني دايركت. مش لازم تقعد تقول لي طب وانا ليه لازم اؤمن ولازم، قول انا مش عايز اؤمن وخلاص. انا بحترم الشخص اللي يقول انا ما عنديش رغبه للايمان، لكن اللي يقعد يقول انا مش عايز اؤمن ويقعد كده، طب قول انا مش عايز اؤمن خلاص. يعني مش عيب انك تقول انا مش عايز اؤمن، قول انا مش عايز اؤمن. احنا بقى بنقول لازم الايمان، خلاص احنا بنقول لازم الايمان. انت ما مش عايز تؤمن، قول انا خلاص، قول انا مش عايز اؤمن وانا مبسوط ان انا مش عايز اؤمن بالمسيح والفداء والصلب وخلاص. اتس اوكي. نقعد نتحاور، انت ما عندكش رغبه للايمان وانا مؤمن. طيب خلاص مش عيب انك تقول انا مش عايز اؤمن. بس انك تقعد تقول انا مش مؤمن بس انا برضو هخش الملكوت، لا ما فيش حاجه اسمها كده. مش هنعمل لك عقيده على بحسب رغبتك يعني. فلو انت قول مش عايز تؤمن، قول انا عادي انا مش عايز اؤمن وخلاص وانا حر ودي رغبتي وانا حر. بس تقعد تقول وانا ليه اخش النار وليه ربنا يعاقبني وكده، لا ما فيش حاجه اسمها كده. مش هنعمل لك عقيده على رغبتك يا استاذ ايمانويل. لو الايمان المسيحي بيقول كده يبقى الايمان المسيحي بيقول كده. انت مش عايز، قول انا مش عايز اؤمن وخلاص. اتس اوكي. لكن انك تقعد بقى تلف وتدور وتقول واصل فلان، لا ما فيش حاجه اسمها كده. العقيده بتقول كده والعقيده بتقول كده. لو انت بقى عايز العقيده على رغبتك، لا ما فيش حاجه اسمها كده. فمعاك الملك. يعني انا بروح الملكوت، مين قال لك انا رايح كمان؟ يعني عندي ادله اني رايح الملكوت، مش يعني مش ما بدي لك اياه. انت اللي مش راضي. انت جاوبت نفسك على فكره، مش انا اللي جاوبتك. انت جاوبت نفسك، قلت اذا ما داعي الكرازه وما داعي الايمان وما داعي واحد يبشر بالمسيح.
كلامك صحيح، ما له داعي اذا كنت بتقول انت انه دفع الثمن عن الجميع. طيب ان شاء الله انا رايح هلا بقول لك، اذا بدك هقول لك الدليل من الكتاب مش من الاسلام كمان. المهم انه انت ما تزعل من هذا الحوار، لانه هذا الحوار يثبت لك انه شيء مما تعتقده ليس صحيحا. انت لازم تتحمل هذا الحوار. انا ما جبت شيء من جيبتي، انا سألتك اكثر من سؤال وانت اجبت بهذا السؤال. قلت لك دفع الثمن عني، قلت دفع الثمن عني. اذا واحد دفع عني كيف بدفع كمان مرة؟ وهذا السؤال لا، انت مش قادر تجاوب، مش انا اللي مش قادر اجاوب. انت اللي واقع في حي صبيس، مش انا اللي عندي مشكلة في اني حآمن ولا مش حآمن. مش الموضوع انه انا آمن ولا مش آمن، الموضوع انه انت بتقول، ما زلت تقول انه في واحد دفع عني الثمن، اثبت لا قيمة له. واحد دفع عنك فلوس واللي اندفع له عارف انه اندفع الثمن. اسمع بس للاخر، انا تكلمت اكثر مني وانا ما طلبت منك المايك مع ان كان ممكن يكون طول. اسمع للاخر. واحد، فانت هذه تعليقك او يعني وضعك الاثبات ك يعني كحجر عثر، هذا غير صحيح، لانه الذي دفع له امين مش بحاجه الى اثبات. اللي دفع له هو الله، والله بيعرف، يعني ما بده حدا يروح تجيب انت شاهد على الله. فاللي دفع له ثمن هو الله. الله وصله ثمن كل الخطايا، بده يحاسبني كمان مرة بالعقل، يعني بده يحاسبني كمان مرة، يدفعني كمان مرة. عمرك شفت حدا في الدنيا بيدفع مرتين؟ إلا الظالم. الظالم اللي بدفعك مرتين، أما العادل ما بدفعك مرتين، دفعك مرة واحدة. في واحد دفع عني سواء قبلت ولا ما قبلت، مش وصله حقه؟ مش انتوا بتقولوا انه المسيح نزل عشان يعطي الله سبحانه وتعالى حقه، واخذ الله سبحانه وتعالى حقه؟ كيف الان بدك تدفعني مرتين؟ انا ما زلت مصر انه ما دام الامر بالايمان اذا لم يدفع عن الجميع يا سيدي. ولا كيف بدك تدفع واحد مرتين؟ تفضل قل لي. هلا انا ليش داروا على جهنم؟ ثمن الخطايا، صح؟ هيك النص بيقول ثمن الخطية موت. انت بتقول لا في واحد دفع عنك. طب اذا واحد دفع عني ليش بدك تدفعني مرة تانية؟ تفضل معك المايك. هلا قل لي ليش، وما تقول لي يعني انت بدك تآمن ولا ما بدك. انا واضح معك. مين قال لك اني مش واضح معك؟ بس انت اللي مش واضح معي، انت اللي مش بطريقة منطقية وعقلانية. ما علاقة التبشير في الخلاص؟ المسيح قال لكم بشروا عشان الناس تكون كويسين، افتراضا يعني، انا بضيق الى مليون حد عشان الناس ترتبط مع الله اكثر. دام الثمن مدفوع كل الناس خلصانه. الناس يعني، طب ما هو المفروض انه هذا الايمان له اثار على البشريه جميعا وعلى الانسان. هذا هو اسباب انه قال لك تبشر، ملوش دخل بالامر اذا في واحد دفع الثمن عن الجميع. تفضل معك المايك. طيب طيب بص استاذ ايمانويل، لو انت بتتكلم، بص حضرتك انا هشرح لك الايمان المسيحي، ماشي؟ انا ماليش دعوه بحضرتك عايز تروح فين بعد الموت، دي رغبتك انت مش رغبتي انا. حضرتك عايز تروح دي رغبتك انت، لكن انا بشرح لك ليه فقط. لكن انت بقى هتروح فين دي مش مشكلتي انا، دي مشكلتك انت، ماشي؟ طيب المسيح لما عمل طلب الفداء عشان قال اشترط عشان الانسان يخلص لازم يآمن، ماشي؟ المسيح اشترط كده، قال ان عشان الانسان يخلص لازم يآمن. قال ايه؟ قال للتلاميذ ايه؟ ما انا بقول لك، ما انا بشرح لك. قال ايه؟ قال ان اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. بص قال ايه عشان ما تقوليش ايه، انا بشرح لك الكتاب بتاعنا، انت مش عايز يعني انت، انا ماليش دعوه انت عايز تروح فين بعد من الحياه. انا بشرح لك الايمان المسيحي وخلاص، بس خلاص دي دوري هنا. المسيح بيقول ايه؟ من آمن واعتمد خلص. يعني عشان تستفيد بالخلاص لازم تآمن وتعتمد. ما فيش حاجه اسمها ايه تقول ما انا عايز تقول انت رايح الملكوت، قول انت قول اللي انت عايزه، انا مش دعوه، وانا مش فارق معايا انت تروح فين، يعني مش دي قضيتي. انا بقول لك ان المسيحيه بتقول عشان تخلص لازم تآمن وتعتمد. دون ايمان ومعموديه ما فيش خلاص، ماشي؟ طيب الناس بقى حصل لهم ايه؟ الدفع الثمن، لكن عشان تستفيد لازم حاجتين، لازم تآمن وتعتمد.
ماشي. زي مثلا واحد ايه، واحد مثلا ايه، بياع، بيقول عشان تاخد البضاعة لازم يكون معاك الصك، لو معاكش الصك خلاص. ماشي. الصك هو ايه؟ الايمان والمعمودية. ما انا بقول لك هو دفع، ماشي، هو دفع لك، انت اللي ما استفدتش خلاص، دي رغبتك انت. احنا ما بنفرضش عليك الايمان ولا بنفرض عليك انك تبقى مسيحي، احنا بنشرح لك. ليه؟ لان المسيح قال عشان تستفيد بالخلاص لازم تآمن وتعتمد. هتقولي دفع لك على الفاضي؟ لا، هو ما دفعلكش على الفاضي، هو دفع لك بس انت اللي ما استفدتش. هو ما يقدرش يغصب عليك ان انت تآمن، فخلاص انت حر. احنا بنسيبك براحتك، مش بنفرض عليك. لكن انك تقعد تقول لا انا عايز اروح الملكوت، ما تروح الملكوت واحنا مانعينك، واحنا هنزعل انك تروح الملكوت؟ ما تروح الملكوت. والملكوت ده يعني بتاعنا ولا بتاعي ولا بتاع، وانا بدخل الناس في الملكوت وما بدخلوش الملكوت؟ ده بتاع ربنا. لو انت عايز تخش الملكوت خش الملكوت. لكن المسيح بيقول ايه؟ من امن واعتمد خلاص. انت بقى عايز ما تامنش وتعتمد خلاص قول انا مش عايز امن واعتمد وعايز اروح الملكوت، لما نروح نبقى نشوف خلاص. يبقى استنى هتروح الملكوت ولا مش هتروح وخلاص. انا ما اقدرش اقول لك هتروح فين. انا بقول لك العقيده المسيحيه بتقول ايه. يعني زي ما بيقولوا تيك ات اور ليف ات. يعني ايه تيك ات ليف ات؟ هو الموضوع كده. مفيش حاجه اسمها برغبتي انا عايز اخش الملكوت. طب ما في ناس كتير قوي، مش في ناس كتير بيقول لك، في ناس كتير قوي اللي في السجن مش عارف بيقولوا نفسنا في ناس كتير قوي نفسهم حاجات كتير قوي، وانا نفسي اروح الملكوت وانت نفسك تروح الملكوت وكلنا. بس هل ده معناه عشان عندك انك نفسك تروح الملكوت ده كفايه؟ خلاص لو كان كفايه ما كانش بقى في حاجه اسمها لازم بقى نبشر ونتوب ونعتمد، ما كانش شلنا المعموديه بقى، وانما خلاص ما فيش داعي للمعموديه، كنا احنا كمان شلنا المعموديه وخلاص، ما احنا داخلين. فما فيش حاجه اسمها كده استاذ مانويل. ده عقيده ومعتقد. لو انت مش عايز تقول انا مش عايز واتس اوكي تروح الملكوت ما تروحش، دي حاجه، دي رغبتك انت. معاك المايك. تمام. هلا ناتي للبضاعة. أنا ما رايح آخذ بضاعة ولا بدي إياها البضاعة، شكيت لك أنا ما بدي إياها البضاعة. هلا السؤال اللي حضرتك ما جاوبته حاولت تلف عليه بحيث إنه هذا اللي موجود ما بيعطيك البضاعة إلا بإثبات. طب مش أخذ ثمن البضاعة؟ هو عارف إني دفعت ولا مش عارف؟ بدي أمشي في مثلك. جاوبني. هذا اللي دفع له البضاعة عارف إنه اندفع البضاعة ولا مش عارف؟ ليش ما بتجاوب؟ جاوبني. عارف ولا مش عارف؟ اذا مش عارف معاه حق، ما بصير يعطيني من غير صك. طب واذا عارف انه البضاعة اندفع حقها، يعني شو بدك فيه؟ لازم ولا؟ انا ما لي دخل باللازم. من اين اتيت باللازم؟ هون السؤال. من امن واعتمد. اذا ما تقول لي في واحد دفع عنك، هذا اللي بدي اياه منك انا. ما تيجي تطلع تقول لي دفع عنك الثمن. ماشي، انا خلاص موافق انه من امن واعتمد خلص، بسكت. بس ما تطلع تقول لي في واحد دفع عنك، لانه ما دفع عني، دفع عنك انت، اما انا ما دفع عني. هذه هي نقطة الخلاف. انه لو دفع عني ما تقوليش لازم تآمن وتعتمد، ما هو دفع. ليش وسألتك السؤال مرتين، ليش تدفعني مرتين؟ بأي حق بتدفعني مرتين؟ الله بدفع الواحد مرتين؟ ما هو دفع، اخذ حقه. غريب جدا هذا المنطق. واحد دفع عنك لا وبدك تروح على جهنم. هذه عقيدتك انت. هذا اللي مش عاجبني فيها انا. اللي مش عاجبك؟ نعم مش عاجبني. هذا ظلم كبير جدا. واحد دافع عني وبعد هيك بتدخلني جهنم؟ طب ما اندفعت. اما لو قلت لي انت ما دفع عنك ولازم تآمن وتعتمد عشان يدفع عنك، بسكت، ما بناقشك ابدا، لانه كلام هيك معقول. خلص اللي بيآمن فيه بروح بدفع عنه، اللي ما بيآمن فيه ما بدفع عنه. اما دفع عني وعنك انت تروح، يعني هي شو يعني؟ ليش انت احسن مني؟ انا وياك اندفع عنا يا سيدي، على الاقل مديش البضاعة، يعني ما بدي اروح على الملكوت، اما تدخلني جهنم ممكن اقبل برضه هذا المنطق، انه هو دفع عنك فانت بدك تفوت، بدك ما بدك على راحتك. اوكي ماشي، تعال، يعني اذا بدك تعال، اذا ما بدك ما تيجي. اما تاخذني وتدفعني كمان مرة، باي حق بتدفعني مرتين؟ بعدين انا حجيك على من امن واعتمد. انت بتاخذ جزء من كلام المسيح، بس اللي امن واعتمد هو المسيح قال له بس اللي بيؤمن وبيعتمد هو فقط اللي بيروح على الملكوت بس، ولا في ناس تانيين ممكن يروحوا على الملكوت؟ تفضل معك المايك. يا ريت تجاوبني عن النقاط، ما تطلع تقول لي بدك ولا ما بدك. انت شخصنت الموضوع.
صرت تقول لي انت بدك تروح وانت بتلف. لا ما بلف وبدور. انا سألت سؤال محدد، اذا كان دفع عني الثمن ليش بتدفعني مرتين؟ بس انت مش راضي تجاوب. هذا ايماننا، بدك اقبل تيك ات اور ليف ات. شو تيك ات اور ليف ات؟ ليش نتكلم؟ ما هو هاي المشكله، انه تيك ات اور بريك ات. هاي المصيبه. يا بتاخذ يعني يا اما بتآمن وبتسكت، يا بتضل ساكت ما تفتح تمك. هذا اللي فهمته منك، انه انا خلص ما اسكت، اللي بيحكوا لي اياه المسيحيين امشي عليه واضل ساكت. هذا ما بصير. انت جاي بتقول لي دفع عنك الثمن، سألتك انا من ضمن العالم، قلت لي من ضمن العالم، دفع عني الثمن، دفع عني الثمن. كيف بتدفعني مرتين؟ وحتى الان لم تجب. ليش بتدفعني مرتين؟ حتى الان مش مجاوب. انت كمان هو الله مش عارف، ضلك تقول لي لازم تجيب له صك مثلا. 50 مره قلت لك نفس الكلام، ما بجاوب عليه. الله ما بيعرف انه اندفع الثمن عشان اجيب له صك؟ عجيب. اللي بطلب الصك اللي ما بيعرف، اللي بطلب الصك اللي بخون. طب ما الله عارف كل شيء. محتاج صك الله عشان تقول له مثلا انت دفع ولا ما دفع؟ هذا السؤال. الله وصله الثمن ولا ما وصله؟ هذا السؤال إلك. وصله ولا ما وصله؟ على كلامكم طبعا. ولا احنا عندنا فيش هذا الكلام. يعني انا هذا الكلام بحكي لكن لا اؤمن به. فيش الله سبحانه وتعالى. شو ثمن؟ مين بيدفع لله ثمن اصلا؟ يعني خلي بعد شوي احكي لك عشان احكي لك عن الله سبحانه وتعالى. تفضل معك المايك. هاي بص استاذ ايمانويل، هوضح لك حاجه بس بسيطه. المسيحيه بتقول، المسيحيه ماشي لما انتشرت قالت المسيح لما بعت التلاميذ قال لهم ايه؟ قال لهم اكرزوا بالانجيل ماشي. قال لهم من امن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن ماشي، من لم يؤمن قد دين يعني هياخد دينونه، مش هياخد ايه خلاص، عكس خلاص عكسها دينونه. يعني اللي ما امنش مش هيروح الحياه الابديه، اللي امن هو اللي هيروح الابديه. انت عايز اغير لك العقيده واقول لك انت رايح السماء، خلاص انت رايح السماء. انا ما اقدرش اقول لك اكتر من كده، انا ما اقدرش اقعد اتجادل معاك، انا بشرح لك. بص لو عايز ربنا يغير العقيده وروح حاسبه، وروح قول له انت ليه عايز ندفع مرتين. لما اروح اقول له كده، قول له انت ليه عايز ادفع مرتين. اقول لك ايه يا استاذ مانويل، انت هتقعد نعمل لك عقيده برغبتك؟ هي العقيده بتقول كده، من امن ويعتمد خالص، من لم يؤمن من دين. خلاص امنت هتاخد الحياه الابديه، ما امنتش مش هتروح الحياه الابديه. هتقعد تقول لي ليه اجعل مثلا، انا شرحت لك قلت لك لان اللي بيعمل عقيده، اللي بيامن يعني قبل، اللي ما امنش يعني رفض. اللي قبل يعني قبل انه ينال حياه ابديه، اللي رفض يعني رفض ينال الحياه الابديه. هتقعد تقول لي ليه؟ هقول لك هو الموضوع كده. اللي قبل يعني قبل ان هو يروح الحياه الابديه، اللي رفض يعني رفض ان هو يروح الحياه الابديه. هتقولي انا عايز اروح الابديه، صدقني كل اللي في الجحيم مش مبسوطين في ان هم في الجحيم، نفسهم يروحوا الابديه. لكن هل ده معناه ان هم هيروحوا؟ لا مش هيروحوا. هقول لك ايه هو الموضوع كده ماشي. هي كده بتقول كده. ما انا مش عارف، انا يعني عايز اقول لك، عايز اريحك واقول لك انت رايح السماء، خلاص انت رايح السماء، انا مالي. انت تروح السماء ولا ما تروحش السماء، انا مالي. انا بقول لك العقيده بتقول كده، من امن واعتمد هيروح الحياه الابديه. يعني اللي امن يعني قبل ان هو يروح الحياه الابديه، اللي ما امنش يعني رفض انه ينال الحياه الابديه. هو الموضوع كده. مش عارف اصل انت عايز اريحك، عايز اعمل لك معتقد، خلاص قول انا مش عايز اامن وخلاص، اتس اوكي. يعني مش عيب انك تقول انا لو مش عايز ابقى مسيحي هقول مش عايز ابقى مسيحي، اتس اوكي. هقولها برغبتي، او ما فيش حاجه اسمها اصل انا مش عايز امن بس برضو عايز اروح الحبديه. يعني واحنا بنقعد بنلعب لعب عيالي. اصل انا عايز اروح الحبديه بس مش لازم امن. طب ما خلاص قول مش عايز امن وخلاص، اتس اوكي. مش عايز تروح الملكوت ما تروحش الملكوت، مش عيب يعني. انا مش عايز اروح الملكوت وخلاص. لازم بقعد اقول هو ربنا ليه هيعاقبني؟ خلاص ما تتعبش نفسك. يبقى استنى لما يجي يوم الدينونه وقول له بقى انت ليه بتعاقبني وخلاص. طيب طبعا انا يعني اذا طلعت انت على حق وطلعنا يوم القيامه واجا الله سبحانه وتعالى بده يحاسبني، حقول له في واحد دفع عني؟ فكرك ما راح اقول له؟ طبعا حقول له انه في واحد دفع عني. يعني بسيطه جدا وعندي حجه. انا ما بناقشك على من امن واعتمد. انت حشرت من امن واعتمد في نص الموضوع. انت قول لي من امن واعتمد، خلص بسكت. قلت لك من اول. المصيبه انه انت لا تجيب على الاسئله اللي تطرح علي.
انت بتقول في واحد دفع عني وما زلت مصر، انا سألتك ليش بتدفعني مرتين، تقول لي روح اسأل الله سبحانه وتعالى ليش بدفعك مرتين، يعني افهم منك انه انا حدفع مرتين، خلاص قول لي انت حتدفع مرتين، انت قول لي هذا الكلام مش انا احكي لك اياه. لما تقول لي هيك يبقى لما تقول لي اسأل الله يعني انت معناته هذا الكلام بتقول لي انه نعم صح راح تدفع مرتين. انا بقول لك لما تقول لي حتدفع مرتين هذا لا يمكن، لان الله سبحانه وتعالى مش ظالم، الله ما بدفع واحد مرتين. ماش بدك في خلاص، انا ما بتكلم عن قبول خلاص، انا بتكلم في واحد دافع عني، ليش بتدفعني كمان مرة؟ هذا السؤال. انا ما بدي اروح على الخلاص بس ما بدي اروح على جهنم. المهم مش راح اكمل معك في الموضوع عشان ما تضلش تقول لي انت بتقول انك مؤمن وانت مش مؤمن. راح اروح على شيء اخر. من امن واعتمد خلص. انا سألتك سؤال قلت لك فقط الذي يؤمن ويعتمد يخلص، ولا ممكن الانسان يخلص بطريقة اخرى؟ تفضل معك المايك، ارجو انك تجيبني. هل في طريقة اخرى يستطيع الانسان ان يخلص بها؟ معك المايك. طيب ايش طلع هو؟ لا ما فيش طلع. يلا خير ان شاء الله. في صوت؟ في صوت؟ انا خايف انا اللي طلعت. تفضل يا ماشي ويلكم باك. سمعت اخر شيء سألتك اياه ولا اعيد؟ مش عارف. طيب كويس، تفضل معك المايك. طيب بص يا استاذ ايمانويل، انا عايز اسالك سؤال. لو انت حضرتك بتتكلم عشان يعني نقعد انا وانت، يعني انت تقعد تقول لي انا عايز اخلص بطريقه تانية، وانا اقول لك لا لازم دي الطريقه، وانت تقول لي لا بس انا مش عاجباني الطريقه دي انا عايز طريقه تانية. لو حضرتك عايز هو ده الحوار، انا مش معرفش يعني ما بحبش انا الحوارات دي، معلش انا بمل منها بصراحه. لما واحد يقول لي ايه هو انا عشان اخلص لازم اؤمن، طب انا مش عايز اؤمن اعمل ايه؟ ما فيش حاجه تانية؟ طب ما تشوفوا لنا حاجه تاني، بالك ايه ما تروح ما تشوف لي حاجه. طب انا بالك وانا ربنا وانا المشرع. لو استاذ مان لو عايز تتحاور اعمل تتحاور، انا ما عنديش مانع، بس عايز صناعه الحوارات اللي ما بتوديش من، انا ما بحبش الحوارات دي بصراحه، بمل منها وبزهق منها. ماشي؟ لا ما اعرفش، انا قلت لك اللي في الكتاب وخلاص. حضرتك عايز نقعد انا وانت، انت تقول لي لا انا عايز طريقه تانية، وانا اقول لك حاضر لا ما فيش طريقه، وانا كده انا بمل من الحاجات دي، وبحس كده ان الشخص اللي ببقى معاه مش الشخص كده، مش بحب اقعد معاه. عايز تتحاول استاذ ايمانويل انا ما عنديش مانع، عايز تقعد تسال في العقيده انا ماشي، بس لو عايز اقعد اعملك انا وانت نقعد نتجادل مع بعض في حوارات ملهاش لازمه، انا ما بحبش كده بصراحه. معاك المايك. طيب انت طول بالك، بس انا ما كان قصدي شيء، انا بدي اقول لك اياه، انا حكون معك على طول هيك ستريت تمام، وراح ارجع لك على قصة الدفع مرة اخرى، بس بدي اخفف عنك شوي. امن، هذا كلام المسيح، من امن واعتمد خلص، هذا اللي بدي اقول لك اياه، اللي انت طالبتني فيها انه لا يمكن ان تخلص الا اذا امنت واعتمدت. اعطيك المثال عشان اهون عليك. انا سألتك هذا السؤال المفروض انت تجاوبني اياه، انا بدي احكي لك النص وانت يطلع احكي لي هذا النص صح ولا خطأ. واذ واحد في متى اظن 19 او 16 والله ما 16 19 يمكن. صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية، يعني حيخلص ويدخل كمان الملكوت. قال هيك جاوب المسيح، قال لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالحا الا واحد. انا بتكلم من الذاكرة على راحتك والله، بيرجع لك. انا اكمل لك النص ويطلع بعدين نفكر فيه. يلا خير، طيرت لك الزبون يا ما بده يجاوب حشر، شو اعمل له اكثر من هيك؟ واحد بيقول لي دفع عنك الثمن، خليه يهرب. طلع يقول لك انا ما بحبش الحوار هذا وانا ما بحبش الواحد. ليش بتحبش الحوار؟ شو جبت لك انا نص؟
واحد دخل بسأله سؤال، بقول له أنا إلهك قال لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، أنا من العالم ولا مش من العالم؟ قال لي أنت من العالم. قلت له دفع عني ولا ما دفعش عني؟ يهرب، مع السلامة، مش أسوي له. هذا كبر اسمه، مش هروب. أنا ما بدي يهرب، أنا ما بدي يتكبر صراحة. أنا ما بيهمني يعني إنه يهرب، بدي يضل موجود، ما بدي يكون متكبر. بس هذا دليل، هذا عشان هيك هو مش مسلم على فكرة. هذا هو سبب عدم إسلامه، لأنه متكبر. هو تكبر على الحق، هو بشوف الحق وما بده يتبع الحق. هو عارف إنه الكلام اللي إحنا بنحكيه صحيح، فهو راح، مش هرب، هو ما بده يسمع الحق. زي ما قال الله سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كذابين، كلهم جاحدين، ما بده. لما شاف النص ما عنده جواب عن النص، عشان هيك هرب. هو عرف النص، لأنه بعدين المسيح قال له: لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالح تأخذ الملكوت؟ ما قالوش آمن واعتمد، ما قالوش دفعت عنك الثمن، ما قالوش استنى لما أنا أصلب عشان ربنا يغفر لك خطاياك. قال له: روح احفظ الوصايا. قال له: قد حفظتها منذ زمن، أو إشي زي هيك. ما قالوش أنت كذاب ما حدش بيقدر، زي ما بقولوا هم. ما قالوا المسيح أنت كذاب ما حدا بيقدر يحفظ الوصايا، ما قالوش هيك. قال له: إذا بدك كمان بعطيك كمان. طلع هو منافق، مش إنه طلع هذا الشخص اللي كان يتكلم عن المسيح طلع منافق، مش قد الكلام. لما قال له: بيع أملاكك واتبعني، قال له: ما بقدرش أبيع أملاكي واتبعك. طلع مش مظبوط، هو طلع مش مظبوط. لكن لو راح لف ظهره وراح كان خلص، كان دخل الملكوت، لأنه قال له: وقد حفظت الوصايا. قال له: خلص روح، ما بده منه أكثر من هيك. نص آخر، بس هو بهرب. نص آخر المسيح قال في يوحنا 17:3: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. كلنا رايحين على الملكوت غصب عنه، لأنه نعلم أنه لا إله إلا الله وأن المسيح رسول الله، غصب عنه. هيك النص بقول. ما قالوش آمن بالصلب، ما قالوش استنى لما أموت وأقوم، ما قالوش من آمن واعتمد خلص، ما قال له هيك. قال له: يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هيك لازم الناس تعرف عشان تخلص. بس هو ما بده. لسه أنا كنت بدي أحط له شيء تاني، بس هو غضب. خد هذا، في نقطة مهمة جدا على قضية الفداء. شوف سبحان الله، شوف عشان تعرف إنه هذا كله اختراع مش صحيح، تناقض كبير جدا. أنت مولود، أنا وأنت ودكتور أمادو وتيك كير اللي دخل الآن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كلنا مولودين بالخطية غصب عنا، مش بكيفنا. في واحد فيكم تم اختار، في واحد قبل ما ينولد قالوا له: تعال بدك تنولد بالخطية ولا ما بدك؟ ما فيش. فإنه كما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، هيك النص بيقول. فبإنسان واحد خرجت الخطية من العالم، بمعنى النص يعني هيك بيقول. زي ما واحد دخلت صرنا كلنا خطاة، لما إجا لازم نصير كلنا أبرار. لا، سبحان الله، قلبت الدنيا لما إجا الفداء. لما إجا الفداء صار على اختيار. يعني أنت بدك تنفدى أهلا وسهلا، ما بدك راحت عليك. أما أنا ولد خاطي ما فيها اختيار، غصب عن أهلك بدك تنولد خاطي. الولد الصغير بنولد بروح، لازم يروح لولا المسيح بده يروح على جهنم. طب ما عملش إشي الولد الصغير، كيف بتدفعوا الثمن كمان مرة؟ برضه بنرجع للثمن. واحد ما عملش إشي، ليش تحطه في جهنم؟ ما فيش. يلا عم ابو عماد، هذا مرة ثانية مش رح يحكي معي، فأحسن ما تخليني أتكلم معاه، وهو أصلا ممل. شو كان يقول الخبر؟ هو الممل، هو اللي ما عنده إجابات ولن يستطيع أن يجيب. ونقول له تكلم بالإسلام، بقول لك والله ما عنديش علم بالإسلام. وبعدين بقول لك تكلم بالمسيحية. طب لا أنت عارف الإسلام ولا أنت عارف المسيحية، ولما نكلمك بالمسيحية كمان تتفلسف. أنا كل ما بفوت على فكرة بعرض عليه يتكلم بالإسلام، لأني أنا بحب أتكلم بالإسلاميات. ولا مرة قال لي بكلم، أنا بقول لك لا والله أنا ما بعرف بالإسلام. الله يجعلك ما عرفت، ولا لا أنت عارف في الإسلام ولا أنت عارف في غير الإسلام. تفضل يا عم أبو عماد، معك المايك، يعني أعتذر.